بصيت ورايا هتلاقي ان شكل المباني، حتى بص لو عملت الكاميرا كده تلاقي شكل المباني شكلها غريب. في من الطواحين اللي هناك دي لسه شغال حتى الان، اهو هتلاقيه بيلف دلوقتي. خد يا بطه، خد يا بطه. بيلعب في الميه ازاي؟ دي حاجات زمان يعني، ده حاجات حقيقيه بس موجوده بتاعت زمان. يبقى خشب وبعد كده يحطه في جلد البوت ده عشان ما يدهنش. يقول لك لما تيجي هنا ما ترميلهمش اكل المعيز دي. تعالى ندخل بقى مصنع الجبنه، او هو مش مصنع جبنه بس ستيل هو بيوريك ازاي الجبنه بتتعمل، وندوق شويه جبنه كده. اهلا بيكم في فلوج جديد مختلف شويه. حقيقة المدينة اللي احنا فيها دي مدينة اسمها زاندام. النهاردة الفلوج احنا هناخد بعضنا من مدينة فيها المعمار اللي انتوا شايفينه ده للريف الهولندي. هنروح من هنا للريف الهولندي ونشوف الفرق ما بين الاتنين ونشوف هنستمتع ولا لا. خليكم معايا في الفلوج ده. الفلوج ده احنا مش هنحسبه من ضمن التحدي بتاعنا، احنا عاملين تحدي 5 مدن في 100 دولة حول العالم. المدينة دي احنا اوريدي خلاص صورنا في 5 مدن في هولندا، فالفلوج ده مش هيتحسب ضمن التحدي، ولكن انا لقيت ان المكان ده حلو جدا مهم جدا وسياحي، واي حد جاي لازم يجي يشوفه، فقررت اعمله فلوج بس مش هيتحسب ضمن التحدي بتاعنا، فخليك فاكر ده. وكالعاده اسيبك من اول الفيديو. يا صباح الفل، الاخبار عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى هنروح في رحله ما كانتش في الحسبان. بصراحه انا النهارده كنت مخطط اروح خنت في بلجيكا، بس للاسف الجو عملها معانا وهناك الدنيا مطر خالص، في يعني عواصف رعد وبرق وحاجات كده. فقلت يا ده والسيت تروح فين؟ قلنا نروح مكان انا ما شفتوش قبل كده، يعني انا شفت نصه ولسه نصه، فقلت نروح نشوفه مع بعض. وفي نفس الوقت يعني انا ما صورتوش في الفلوجات قبل كده وهو مشهور قوي هنا، فقلت يلا نروح نجرب النهارده كده نشوف ايه دنيته. هنمشي كده مع بعض ونشوف. المكان ده اسمه زاندام. زاندام دي مدينة تبعد عن امستردام تقريبا نص ساعة بالقطر او 25 دقيقة بالعربية، مش بعيدة يعني. ايه اللي بيميزها بقى؟ ايه اللي خلاني نيجي زاندام؟ المعمار بتاعها. كل ما تيجي هنا هتحس ان انت ماشي في مباني كرتونية، وهتشوفها دلوقتي. المباني نفسها تلاقيها كرتونية. ازاي؟ خلينا نشوف. يعني انا لو لفيت الكاميرا كده ووريتك المبنى ده هتقول ايه؟ احنا لسه كده ما دخلناش في المدينة. تلاقي المباني هنا معظمها تحس ان هي مباني جايه كرتون كده. ودي الخريطة بتاعت المدينة كلها، هنبص عليها وبعد كده نكمل جولتنا. دي الحاجات اللي ممكن تتعمل في المدينة دي لو انت جيت، ولكن احنا اللي يهمنا فيها ايه؟ الشارع ده زي ما انتم شايفين كده معظم المباني اللي فيه مباني تحسها جايه كده من فيلم كرتون، والاوتيل المشهور اللي فيه اللي هو على شكل المبنى اللي هو ده اللي احنا عايزين نروح نشوفه. وبقيه الفلوج هنروح نكمل في مكان تاني احسن. هنعمل ترانزيشن كده يعني حلو. خلينا كده نشوف الدنيا. لو ماشي كده بصيت ورايا هتلاقي ان شكل المباني، حتى بص لو عملت الكاميرا كده تلاقي شكل المباني شكلها غريب. يعني انا اول مره اجي المكان ده بصراحه، دايما اسمع عنه شوف في الصور بس انا ما جيتوش قبل كده. فخلينا نشوف. على سبيل المثال لو بصيت كده، خلينا نبدا من هنا الاول. بص المبنى ده، بص الساعه شكلها غريب دي، وبعد كده امشي معايا حس ان المباني كده شكلها ايه، مش شكل الهولندي المعروف يعني. بعد كده لو بصيت هنا هتلاقي ده الاوتيل اللي احنا المفروض نصوره، اللي هو انر اوتيل، ده يعتبر اشهر مبنى هنا. المبنى ده هو عبارة زي ما انتم شايفين كده، تحس ان الاوض فيه متصممة بشكل مختلف شوية. هنلف من الناحية التانية ونشوفه برضه. بص بقى، تعالى اقف هنا وشوف الجمال. بصيت كده تحت، الاوتيل نفسه مبني على قنال. يعني لو نزلنا تحت هنا في زي شلال كده، مش عارف الصوت هيكون باين ولا لا، بس زي ما انتم شايفين كده في شلال تحت نبقى ننزل نبص عليه. لو جيت بصيت من كده ده المبنى كله واقف يتصور. زي ما انتم شايفين ده كده المبنى. تحت كده في ممر يدخلك الاوتيل ده، زي مطعم كده لو انت عايز تقعد في المطعم تحت. طيب خلينا نتمشى تاني كده، ننزل تحت
ونشوف كده الدنيا بتقول ايه، نتمشى في الشارع الجميل ده ونشوف شكل المباني تاني من قدام، وبعد كده نطلع على المكان اللي بعد كده. هنروح فين؟ صح، انا قلت لك في الاول هنروح الريف الهولندي. شوف احنا دلوقتي موجودين هنا في ترانزيشن، احنا موجودين هنا في مدينه حديثه، تحس انك ماشي في مدينه كرتونيه جاي من الكرتون كده. وبعد كده نروح للريف ونشوف الريف الهولندي القديم كان عامل ازاي. طيب والله هي مدينه يعني فيها شارع، الشارع ده ممكن نتمشى فيه شويه، نشوف كده ايه الدنيا. زي ما انتم شايفين الاول ده كده مبنى من تحت، ولو لفيت كده ده شكل الشارع، ممكن يتمشى فيه. الشارع ده لذيذ كده، واحد ممكن يتمشى فيه شوية، يقعد على القنالز، يعمل اي حاجة يعني هو عايزها. ولكن خلينا نروح كده ونشوف الشارع ده بيتكلم فيه عن ايه. احنا لسه هنروح بقى الريف، هناك الكباري حلوة. اصلا انا رحت الريف ده قبل كده، او رحت القرية اللي احنا عايزين نروحها دي قبل كده، فلا جميلة قوي هتعجبكم. الريف هناك مختلف. بصوا الكباري هنا، خليني بقول لك تروح ازاي زانسسخانس او الريف اللي احنا عايزين نروحه. زانسسخانس عشان تروحها في قدامك طريقين. اول طريق في باص بيطلع هنا من اخر الشارع، تاخد الباص ده. خلينا نقف هنا على الكوبري الجميل ده ونشوف كده نكمل. المهم زانسسخانس عشان تروحها بطريقين. اول طريق في باص بيطلع من اخر الشارع ده، تروح بينزلك قدام في محطه هناك اسمها زانسسخانس، بينزلك قدام الريف اللي احنا عايزين نروحه، او تاخد القطر. انا احب ايه؟ انا احب القطر، فهنروح ناخد القطر ونطلع على زانسسخانس ونشوف كده الدنيا فيها هناك بتتكلم على ايه. بس يعني الشارع ده طويل، بس انا حفاظا للوقت انا مش همشي كله، لان احنا لسه معنا يوم طويل وعايزين نجرب حاجات هناك كتير، فانا مش همشي في الشارع ده لاخره. ولكن خلينا نروح ناخد القطر ونطلع على زانسسخانس. اكلمكم من القطر بقى، واحنا راكبين القطر كده هوريكم الدنيا. طيب يا جماعه وصلنا زانسسخانس. خليني كده اول ما اخرج من محطه القطر بوريكم الشكل اللي بنشوفه. زي ما انتم شايفين دي رسمه فيها كل حاجه احنا ممكن نروح نعملها في زانسسخانس. الدنيا زحمه يعني تقريبا عشان في هولندا معظمها النهارده في عواصف ومطر وبتاع، مش عارف ليه زانسسخانس وزندام ما فيش فيهم. يا رب ما اقرش بس المطر ما ينزلش علينا. الناس كلها جت هنا النهارده تقريبا. وبعدين هي زانسسخانس سياحيه قوي، ناس كتير بتيجي تتصور هنا، مشهوره هي بكذا حاجه. هنروح نشوف مع بعض الدنيا. بس واحنا هنتمشى قدام شويه كده، افتح، نتمشى قدام شويه كده، تلاقي اول ما بتخرج من المحطة تيجي هنا كده بتشم ريحة قهوة كاكاو صافي. يعني انت شامم ريحة كاكاو يعني صافي كده، لا وريحته قوية قوي يعني يفوق. يعني كاكاو من اللي هو ريحته يفوق اصلا. تقريبا في مصنع هنا او حاجة، اعتقد في مصنع، ممكن اللي ورايا ده يكون مصنع. شايف مكتوب عليه كوكا، ده مصنع كاكاو. ماشي خلينا نشوف. طيب وصلنا بعد مشي تقريبا 3 دقايق، وصلنا عند المكان. اول حاجه وانت جاي عند سكه القطر كده هتبص، او عند محطه القطر هتبص هتلاقي الطاحونه دي. الطاحونه دي قديمه قوي، تقريبا بيقولوا اقدم طاحونه موجوده هنا، مش متاكد، ولكن هي مش شغاله، هي منظر بس كده، هي بس مجرد ان هي منظر او شكل بس. خلي الطاحونه ورا ظهرك بقى واطلع قدام، هوريك دلوقتي هتشوف ايه. مبدئيا كده انت لو بصيت هنا هتشوف نهر او بحيره، المفروض ان هي بحيره، في سفن كتير مركونه او مراكب كتير مركونه هنا. بعدين لو بصيت على الكوبري كده تلاقي زحمه بقى غير طبيعيه. في من الطواحين اللي هناك دي لسه شغال حتى الان، اهو هتلاقيه بيلف دلوقتي. بتستخدم بقى في توليد الكهرباء او في طحن الحبوب او ايا كان، بس ستيل لسه شغال يعني. بس هنروح بقى هناك كده ناخد جوله جوه القريه. بالمناسبه يا جماعه الكوبري ده يا رب يحصل، الكوبري ده بيترفع، بيتقسم 2 كده، بيترفع لما يكون في سفينه كبيره تعدي. شفتها هنا قبل كده فانا عايز اشوفها تاني ان شاء الله. ان شاء الله ندخل بقى ناخد جوله جوه واوريكم الدنيا من جوه عامله ازاي. وصلنا القريه بقى يا جماعه، من هنا نبدا جولتنا في القريه. لو اول حاجه ما بتنزل كده من على السلالم دي هتلاقي نفسك
ممكن تدخل على الجسر ده كده وتشوف البحيرة كلها، تلاقي في بط بيلعب هناك كده. تشوف البيوت، تشوف المنظر ده كله من هنا كده زي ما انتم شايفين. فانت تيجي تمشي على الجسر ده تتفرج. ساتر، طيارة مطاف. طول ما انت ماشي كده بقى بص تلاقي نفسك شايف كل حاجة قدامك. كل ما تمشي بقى على الجسر، الجسر ممكن يعديك الناحية التانية كمان كده. تمشي كده جوه تلاقي نفسك بتتفرج على البيوت من المنظر من الناحية التانية. وهنا برضو كده نفس النظام. دي الطواحين من قريب شوية. هنروح هناك ان شاء الله جنب الطواحين على طول. فنقف هنا شوية نستمتع بالجو الجميل ده، ونتفرج شوية على البط وهو بيلعب، وبعد كده نروح نكمل الجولة بتاعتنا. طيب استمتعنا شوية بالجو والمنظر الجميل والبط وهو بيلعب وكل حاجة. نتمشى بقى شوية. أول ما بتنزل تلاقي في محل سوفينيرز هنا، بس احنا مش هندخل دلوقتي المحلات دي لأن في محلات جوه أكبر هندخلها إن شاء الله. يعني في محلات جوه أكبر بالنسبة للسوفينيرز هندخلها. يعني مش أول واحد يقابلنا ندخل فيه. طبعا ده صغير قوي، ده يعني مش مكمل متر في متر، فمش هنعرف نصور فيه. ولكن هنتمشى بقى جوه القريه نفسها، نشوف جمال القريه وندخل بقى المحلات اللي جوه ونشوف ايه الدنيا يعني. تلاقي الناس كلها هنا بقى بص، كل واحد واقف ماسك له حته وقاعد بيتصور. هو زي ما قلت لكم النهارده عشان جو تقريبا ممطر وعاصف في معظم المدن، فمعظم السياح جايين هنا عشان ما يضربوش اليوم يعني زي حالاتنا كده. بس هنتمشى. بص البيوت هنا عامله ازاي. دي منظر البيوت من هنا. في بيوت الناحيه التانية على فكره يا جماعه. البيوت فيها يعني البيوت اللي هي دي في ناس عايشين فيها. هوريكم سوري. يعني البيوت اللي هنا دي في ناس اوريدي عايشين فيها. بص البط. خد يا بطه، خد يا بطه. بيلعب في الميه ازاي. كل واحد قدام بيته عامل حديقه كده وورد وبتاع وشجر، شكلها منمق كده وجميل يعني دي عجبتني. هوريكم دي عجبتني. ممكن ننزل نتمشى في الممرات دي بس احنا هنرجع منها. اللي بعجلة ده من السكان. لكن هنا بقى الناس يعني دي قرية بجد، فتلاقي الناس هنا بترعى بقر وغنم ووز وبط وكل حاجة. يعني زي ما انتم شايفين كده ده وز، ده وز عايش حياته بيتدلع. وز صغنون. الوز الصغنون قاعد بيلعب. يعني وهناك في خرفان هنروح لها من الناحية التانية. استيل عشان هي قرية وفيها ناس عايشين، فالناس عايشة حياتها وبتعمل يعني عادي. اكيد السياح هم بيقفلوا هنا القرية تقريبا تقفل الساعة 6 عشان بقى الناس تعيش حياتها، يعني عشان ممنوع الخصوصية بصراحة. لان لو واحد عايش في مكان سياحي زي ده والناس كل شوية جاية كل يوم طول السنة، اكيد يعني هيبقى مش عارف ياخد راحته، فبيقفلوا الساعة 6. يعني مثلا ده بيت واحد من السكان عشان كده قفله بالترباس. في ناس بتيجي تأجر مراكب وتمشي جوه البحيرة هنا. ده انتوا شايفين كده، ده مكان تيجي تقعد فيه كده على البحيرة بقى. انت مثلا تعبت وعايز تريح، تعال اقعد هنا عيش حياتك هنا. تقعد شوية برضو تغير جو كده، في كراسي وبتاع، تقعد هنا تغير جو وتتصور مع الطواحين وتروق على حالك. يعني الناس هنا صوت عليها كده ليه؟ لحظة واحدة وقف عندك، ما عملتش لايك شير سبسكرايب. اعمل لايك وقول لي في الكومنتات انت عايز المدينة الجاية نصورها فين. حاليا التحدي موجود في اوروبا، ان شاء الله هنروح العالم كله مع بعض، ولكن قول لي في الكومنتات وساعدني عايز المدينة الجاية نروحها فين. واحنا ماشيين كده لقينا في محل سيفونيرز، فهندخل نبص بصة. شايف ايه هلو. دي كلها حاجات ممكن تشتريها. الشنطة دي بكام؟ 25 يورو. انا اماكن سياحية بجد. ممكن تاخد البازل ده بازل يعني شايف
تاخده وتخلي عيالك تفكه بقى في البيت وتلعب بيه او انت تلعب بيه عادي. يعني دي ب4 يورو ونص. دي عبارة عن ايه؟ دي بيورو الواحد. الماجنت ده ب4 يورو الواحد. ده ماجنت ب4 يورو. نشوف تاني. ده زيت زيتون. يعني دي كلها حاجات تقريبا هما بيعملوها هنا في القرية يعني. بص ده دي خشب وده محفور جوه الخشب. تقريبا معمول بالليزر ممكن بقى او يدوي مش عارف. دي علبة كوكيز داتش سبايسد كوكيز. دي هولندية. دي كوكيز هولندية. دي بكام؟ 13 يورو ونص العلبة دي. 13 ونص العلبة دي. ودي كلها حاجات مصنوعات هولندية. ده الكاكاو او البن اللي احنا كنا شامين ريحته بره. دي كلها حاجات ممكن تيجي تشتريها من المحل ده، ممكن تاخدها. بس الشنطة دي ب4 يورو بس هي بلاستيك. دي ب4 يورو. تعال اخد لك لفة واشتري. يعني عندهم الحاجات دي كلها تبقى مصنوعة يدويا او في حاجات مش مصنوعة يدويا بس ستيل هولندية، فهم بيبيعوها بقى طبعا في المكان السياحي غالي يعني. بصوا انا ماشي لقيت ايه؟ احنا شايفينه ولا لا؟ هنزل. احنا هنيجي كده كده من الناحية دي ان شاء الله. احنا راجعين. بصوا الوز، الناس. بصوا الخروف الصغنون ده. شكل الخرفان هنا غريب اوي. بصوا الخرفان والوز. بصوا الخروف ده. بس هي قرية فاهم. تعالى هنا كده وانت ماشي هتلاقي نفسك برضه قدام البحيرة من الناحية التانية. الطواحين بقى دي الطواحين اللي انا بقول لك عليها. هنروح ان شاء الله قريب يعني، لسه قدامنا حبة حلوين نمشيهم. بس دي طواحين بقى كلها من هنا كده. احنا قربنا خالص منه. دي المراكب اللي انا بقول لك عليها. تحجز ممكن تاخد مركب من دول والمركب دي بتمشي بيك في المية. المكان ده بقى تدخل جوه تعمل قهوتك او الكاكاو بتاعك بنفسك يعني. ده بيحط لك المكونات كلها وتعمل بنفسك. انا هدخل اعمل بس هتشوفوها في ريل بقى مش هتشوفوها في الفيديو. هنا ندخل هنا كده جوه، ندخل نعمل بنفسنا كده كاكاو. طيب عملنا كاكاو، نقعد بقى على اي ممر من الممرات الجميله دي ونقعد على البحيره ونستمتع بيها. يلا بينا. لقينا مكان نقعد فيه، فنروح نقعد بقى ونشوف كده الدنيا. قعدنا نشوف بقى المشروب السحري اللي احنا عملناه. نشوف المشروب السحري اللي احنا عملناه. نقلب وندوق وبعد كده اسيبكم استمتع بيه وبعد كده نكمل عشان لسه في قدامنا حبة حلوين في القرية يعني. قرية كبيرة فيها اكتيفيتيز كتير ممكن تتعمل يعني. طيب شربنا بقى وروقنا على حالنا واستمتعنا كده وظبطنا دنيتنا. نكمل تمشية مع بعض. ده الطريق ده كده يعني اللي انا ماشي فيه دلوقتي حاليا ده بيودينا لاقرب طاحونه من دول. والله يعني انا ما عنديش فضول ادخل اشوف لان انا اوريدي شفتها قبل كده زي ما قلت لكم في فيديو الكيك نوف. لو انت ما شفتوش روح شوفه. في ورد هناك كتير حلو مستنيك. بس فممكن نروح نبص بصه ونرجع تاني نشوف باقي رحلتنا ايه. الناس ماشيه بطيء قوي معرفش ليه. انا ممكن اختصر. الدنيا زحمه فلازم نختصر عشان ما مشينا وراهم مش هنروح النهارده. عديناهم. لو بصيتوا بقى هنا الطواحين شغاله وزي الفل. زي ما قلت لكم هي بتقضي مهمتها سواء بقى كهرباء او بتطحن حاجه فشغاله. عشان تدخل تتفرج جوه الشخص
الشخص هنا ب7 يورو ونص عشان تطلع فوق. يعني انا اشبعت فضولي قبل كده منها، فيعني عرفت هي شغاله ازاي، فمش محتاج. واعتقد يعني ان انا لو كملت هلاقي نفس الحاجه. فانا شايف ان احنا نرجع نروح. تعالى ننزل كده. هوبا. انا عملت ده الليجل طبعا، محدش يعمله، يعني مش قانوني، يعني محدش يعمله. نرجع كده ونشوف الناحيه التانية فيها ايه. بص بقى، هناك هنا الباص بينزلك هنا. يعني انا جاي من اول القريه من الناحيه دي، الباص بينزلك اخر القريه او العكس. يعني ممكن اكون انا جاي من الاخر والباص في الاول، الله اعلم. بس هي الفكره ان انا جاي من طريق الباص بيجي من الناحيه التانية، فهو نفس المسار اللي انت بتمشيه هما بيمشوا بالعكس، فمش فارقه كتير. اللي جايب الباص زي اللي جايب القطر، يعني كلهم واحد. بس يا سيدي، بس خلينا نتمشى كده هشوف لكم ايه الدنيا. وانتم ماشيين هتلاقوا في حد واقف بيبيع هنا ستروب وافل. ستروب وافل فريش. لو حد عايز ستروب وافل، معرفش فريش ولا لا بصراحه، يدخل ممكن يجرب ويدوق يعني. تعالوا ندخل بقى نشوف ايه هنا. ده محل ايس كريم. حد عايز بس احنا شاربين كاكاو، يعني هناخد ازاي كاكاو بعدها ايس كريم، مش عارف. هنمشي من الناحيه التانية. بص بقى لقيت ايه وانا ماشي. هندخل المكان ده دلوقتي. بص وانا ماشي لقيت ايه، بيقول لك لما تيجي هنا ما ترملهمش اكل. المعيز دي فين الباقي؟ الباقي مستخبيين ورا. تعالى ندخل بقى مصنع الجبنه، او هو مش مصنع جبنه بس ستيل هو بيوريك ازاي الجبنه بتتعمل، وندوق شويه جبنه كده. معظم اللي هنا النهارده طليان، معرفش ليه. بص بقى، اول ما بتدخل بتشوف ايه. لا دول مش حقيقيين، دول مجسمات. واحد كأن واحد قاعد بيحلب البقرة، دي معزة خروف. هو بيقول لك يعني بنحلب البقر ازاي، يعني دي مجسمات. تمشي هنا كده 10 لتر من البقرة يعملوا كيلو جبنة. 10 لتر بيعملوا كيلو جبنة، 10 لتر لبن. ودي فرو من جلدهم. ده لل7 لتر بيعملوا كيلو. ده المعزة. وده الخروف 6 لتر بيعملوا. ده عامل كده ليه؟ 6 لتر بيعملوا كيلو. تمشي كده، ده متحف يوريك ازاي اصلا بدأوا الحوار كله. ماشي كده. دي الصورة الأصلية بتاعت الناس اللي كانوا بيعملوا دي ده مش حقيقي، ده خشب، لكن بيوريك شكل الجبنة القوالب بتاعته. بعدين هنا بص، لو بيقول لك لوك، يعني بص، ده الراجل اللي هو اسمه هنري اللي بدأ موضوع الجبنة اللي هي الخوذة المشهورة قوي دي. بيقول لك ازاي كان بيعملها الشكل ده كده. يعني اكيد مش هقعد اتفرج على الفيلم كله. ندخل كده المكان الايقوني الشهيري الناس كلها بتتصور فيه. طيب صورنا الصورة الايقونية بتاعتنا، نخش نشوف بقى الجبنة هنا عاملة ازاي. بصوا الزحمة بقى. هجرب بقى انواع الجبنة دي كلها بس في ريل، مش في الفيديو. هنا في ريل هينزل واحنا بنجرب الجبنة، فهاخد لفة كده وايه في الريل هقول لكم كل رأيي في كل واحد. طيب جربنا كل انواع الجبنة تقريبا اللي موجودة جوه. لا وفي كذا نوع عجبني، بس اكتر واحد عجبني اللي بترافل. فهنروح بقى مكان جديد. بصوا اللي ده طاحونه بتلف. بص الكباري هنا، لو انت عديت مينفعش حد يقابلك. بس طول ما انت ماشي كده هتلاقي ايه، هي قريه ففيها كل حاجه، بس الفلاحين بقى مش هيبانوا دلوقتي، بيبانوا بعد الساعه 9 الساعه 6 والقريه تقفل. لما سكان القريه الاصليين اللي احنا برشطنا عليها، وانا هبرشط دلوقتي وعدي والناس بتصور. اوكي بص في حد بيتصور نستناه. تعال نكمل تمشيه بقى.
يعني تقريبا ده اخر مكان، وبعد كده هنرجع من ورا. بس هندخل نشوف الدنيا اللي هنا. المكان ده بيقول لك بيبيع سناكس، ستروب وافل، كرواسون، شويه حاجات من الحاجات دي. وفي هنا كده جوه سوفينيرز. اول ما ريحه الاستروبوف لسه معموله تجنن. خلينا بقى ايه ناخدكوا جوله جوه دي ب 10 يورو. واو. انت ممكن بقى تاخد واحده صغيره ب 4 يورو. دي كلها حاجات سوفينيرز ممكن تاخدها. البطريق ده في تيشيرتات بقى مكتوب عليها دانسيس خانس، الحاجات دي. في محل دهب هنا مالناش دعوه بيه. تلاقي نفسك ماشي هنا، يعني مكان تعمل منه شوبينج كويس او سوفينيرز قصدي كويس، ان انت جيت هنا وتاخد ماجنت وبتاع. بس الماجنت دي انت ممكن تلاقيها في اي مكان عامه. دي كلها حاجات تنفع كسوفينيرز او كهدايا. الماجنت ده ب4 يورو. لا ده مش ماجنت، ده خشب. لا ماجنت، صدق ماجنت، طلع ماجنت. بس دي كانت جولة كده جوه محل الهدايا ده. ده أكبر محل موجود فيهم، يعني ده أكبر محل بتاع سوفينيرز موجود فيهم هنا. فدي كانت جولة جواه خفيفة كده، تاخد فكرة عشان لو جيت تبقى عارف هتعمل ايه وتاخد كام وتدفع ايه. يلا بينا نكمل. نمشي كده. رويال ده محل الدهب اللي كان من، بس ده مدخل تاني مالناش دعوة فيه. نمشي كده بقى. ده المتحف الايقوني بقى، المكان الايقوني بتاعهم، مكان اللي هو الخشب الابائيب بقى، الجزم اللي هي دي. بس ده انا هوريكم قصتها كمان شو، هقول لكم قصتها. انا احب القصص انتوا عارفين، فانا هقول لكم قصتها. على ما دورنا يجي هيكون اليوم خلص، فانا هدخل اخد لفه على ما دول يتصوروا، وبعد كده اجي اتصور انا. بص يا سيدي، الفلاحين البقر والجاموس بيربطوهم على رجلهم يكسروها، فاخترعوا الجزم دي اللي دي بالخشب. ليه؟ بحيث ان لو في بقره او جاموسه خبطتهم عليها رجلهم ما تتكسرش، الخشب يحميهم. بص ده منحوت، دي حاجات زمان، يعني ده حاجات حقيقيه بس موجوده بتاعت زمان. يبقى خشب وبعد كده يحطوا فوق جلد البوت ده عشان ما يدهوش. لا في منه عاملين منه اشكال بقى، يعني البنات طبعا بيقعدوا يرسموا لو شايفين، عشان خاطر ولحد دلوقتي بيستخدموه. انا شفت ناس وانا مره في الريف كده كنت مع اصحابي، شفت ناس لسه بتلبسه وبتمشي بيه، اللي هم الفلاحين بقى اللي شغالين في الزراعه. بس ده شكل. بس outside shape. Thank you. We're not finished yet. It's still very heavy. There's still a lot of water inside. I will show you. Just like you can see, we have to leave it to dry inside for about 4 weeks. Because if you put it outside, there's someone let it dry too fast and break the shoe. Afterwards, we polish it on the sandpaper well like this one. The result is a shoe for a child of 4 years old. And it might look quite big for a child of 4 years old, but that's true because Hoodie shoes are big. we wear them thick with the socks and the finger space behind the heel. This way they're more comfortable. Reason why we still wear them nowadays. First of all, because they're very strong. Understand?
They're officially safety shoes, so boys can step on it without any problem. They're very easy to put on and off, and they're also water resistant. Over there we have a wall with all different sizes, all different colors. Take a look around and take a look. الراجل خلص. فكرة باختصار هو بيعملها بيكون حاطط في الخشب ميه. بيقول لك بقى خدوا فكرة عشان تشتروا يعني. فكرة بيقول لك هو حاطط بالخشب، بيبقى حاطط في الخشب ميه، وبعد كده بعد ما بيعملها بيسيبها 4 أسابيع في الشمس عشان يتأكد ان مفيش اي ميه خالص ويبقى قوي. بعد كده بيجربوها زي ما انت شفتوا كده، بيقعد يخبط عليها عشان يتأكد ان هي تمام. في الاخر هو ده شو بيقول للناس بقى ان في موجود كتير اهوت كلرز كتير، لو حد عايز بقى نوع معين ياخد يعني. كل واحد وحجمه. ده مقاس 42، ده 43، اللي فوق ده يبقى بتاعنا بقى. بس انا اكيد مش هاخد البينك ده، كل واحد اسود. ها؟ بس دي القصة كلها بتاعت ازاي هم عملوا الجزم الخشب دي عشان يحموا نفسهم، وازاي بيصنعوها. لو حد عايز بقى يعمل شوبينج يجي يعمل شوبينج هنا، يدفع هنا ويعيش. بس دي كانت جولتنا الناحية دي. هنرجع بقى تاني على القطر عشان نروح خلاص كده. بس انا مروح هاخدكم معايا في الطريق من الناحية التانية عشان تشوفوا الحاجات اللي انتم ما شفتوهاش. لسه قدامنا 3-4 دقايق كده تشوفوا الناحية التانية من القرية اللي فيها بيوت الفلاحين. نرجع بقى من هنا ونشوف كده الدنيا. بصوا انا ماشي لقيت ايه. الساعة بتلعب معايا بس صوت الفم قريب. في واحد نايم هنا خلاص طلع بره. شكلهم غريب، شكلهم غريب اوي. كده احنا ماشيين يعني، واحنا راجعين كده من وسط بيوت الفلاحين نفسهم. الناحية التانية برضه هنا معيز. لا دي كلها خرفان، مفيش معيز. نيجي نشوف معزة. طيب دي كلها خرفان بس شكلها غريب، مش ده اللي انا عارفه في مصر يعني. بس تمام حلو. مينفعش طبعا نروح هنا عشان دول بيوت، مينفعش امشي كده عشان دول بيوت الناس. ولكن بصوا هم مقلمين الطريق يعني، جذع الشجر بالشكل ده، واحدة يمين واحدة شمال، تحس انت ماشي في ممر ملوك. ممر ملوك من الشجر. بس بيوت الناس يعني، في ناس عايشة هنا جوه دلوقتي. انا لسه شايف واحد بيتمشى جوه. بس طبعا احنا ملناش ان احنا ندخل هنا. دي كلها بيوت الناس من جوه، فلاحين عايشين وساكنين هنا. انا بصراحة لو جاتلي فرصة اقابل واحد فيهم هسأله يعني انت بتستحمل كل يوم ازاي؟ يعني الناس كتير بقى تيجي وتمشي تصور وبتاع، مبقاش عارف ياخد راحته، ولا مفيش حد عايش وهم بيشتغلوا ولا ايه؟ والى هنا سيداتي انساتي سادتي نكون وصلنا لنهايه الفلوج بتاع النهارده. خفيف لطيف كده ظريف، مفيش فيه اي حاجات كتير، مفيش مدينه جديده، ولكن مدينه سياحيه من الدرجه الاولى. اي حد يجي هولندا لازم يجي يزورها، فحبيت اوريها لكم. استمتعنا بيها. اشوفكم ان شاء الله في فلوجات تانية. سلام.